مشوار، والليل لو طول مهما يطول برضه طالع له نهار. لو حتى ما بيننا وبين احلامنا جبال عاليه واسوار، هنعدي بامر الله وبعزم شبابنا وعقل كبار. عندنا الشباب طاقات معطله، عايزين يبقى لنا ظهير صحراء، وعايزين نملك الشاب 30 فدان او 20 فدان، مش 5 فدادين. 5 فدادين بياخدهم بيبيعهم في اقرب طريق، ولكن 20 نوفر له ال 20 ونوفر له بيت ونوفر له مكانه زراعيه ونوفر له الثروه الحيوانيه ونوفر له البير الميه، وبعدين نقعده وندي له فتره سماع 10 سنين، وبعد كده نبدا نجدول له. يبقى احنا استفدنا بدل ما نستورد الاكل والقمح والذره وكل وسائل الحياه بتاعتنا، لا ننتجها. يبقى احنا عمرنا البلد وشغلنا الشباب، وهو ده الصح. هو بالنسبه للواء سلامه الجوهري هو افضل الناس اللي في الدايره يعني، احتراما وتاريخ وسلوك ومبادئ. احنا طبعا بنأمل فيه حاجات كتير قوي ان هو يحققها لنا هنا في البلد وفي الدايره كلها، لان احنا نفسنا ان اهم حاجه التعليم نغير منظومه التعليم كلها، وكمان الصحه. المستشفيات عايزه بصراحه يعني مجهود كبير قوي عشان كله يتغير، واملنا فيه كبير ان شاء الله. عندنا مشكله مصانع الطوب والعمال اللي موجودين في مصانع الطوب، ما فيش تامين صحي ولا تامينات عليهم، دي مشكله بتؤرقهم داخل زفته. عندنا مشكله المقطورات، النقل وتحويلها الى تريلات، ده مشكله عصيبه جدا. زفته بتعتبر من اكبر المدن الموجوده على مستوى الجمهوريه اللي فوق اسطول عربيات نقل. ده كله العيب مش في المقطوره، العيب في العنصر البشري وفي الرقابه على الطرق وفي الاوزان، هو ده العيب اللي موجود عندنا. عندنا مشاكل الفلاح موجوده، سواء عدم توفير الاسمده، عدم تسويق المحاصيل. المفروض نطالب ان احنا المحاصيل تتاخد من الفلاح بالاسعار العالميه اللي احنا بنستورد بيها، فلاحنا اولى بيها. المصريين الاحرار